السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم سايكا ستوري. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي دار ضجه هاد الايامات، هو علاش بعض اللاعبين في المنتخب المغربي حيدوا ابوني لوليد الركراكي. كاين بزاف التساؤلات على هاد الموضوع، علاش بالضبط حيدوا له ابوني؟ واش هادشي بسبب الاقصاء ولا كاين شي حاجه اخرى؟ غادي نعرفوا كلشي. بلا تنساوش ديروا لايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش يوصل كل جديد. بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو. لاحظوا المغاربه بلي ان جميع اللعابه دايرين ابوني لوليد الركراكي، ولكن من غير واحد 3 اللي هما المزراوي واشرف حكيمي وابراهيم دياس. وهنا غادي نقول لكم على بعض الافتراضات اللي قالوهم الناس، وانا غادي نعاودهم في هذا الفيديو. اول افتراض اللي كيدور دابا ما بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي هو واش الركراكي اللي جبر ابراهيم دياس باش يضيع داك البينالتي، وكيقولوا هادشي سبب الغضب بزاف اللاعبين وقرروا يحيدوا له الابوني. وزعما يكون هادشي صحيح؟ والافتراض الثاني كيقولوا بلي ان سبب الاقصاء خلى هاد اللاعبين يغضبوا على الركراكي، ونقدروا نقولوا بلي انه كان مشاكل في التدريب وهادشي خلاهم يغضبوا بسبب الاقصاء اللي كان حلم بالنسبه ليه، بالرغم ان الركراكي فاز بجائزه احسن مدرب في كاس افريقيا. إذن أفضل مدرب لسنة للرجال ركراكي. واصل للفائز. والافتراض الثالث نقدروا نقولوا بلي انه وقع بيناتهم شي نقاش. هادشي كامل كيبقاو غير افتراضات وما كاين حتى شي تصريح رسمي كيبين السبب ديال هادشي. وكاين افتراض واحد اخر نقدروا نقولوا هادشي فقط غير تغيير بسيط ما كان عنده حتى شي علاقه بحتى شي حاجه. هادشي كامل فقط اراء الجماهير المغربيه كتقال بيناتهم، وحتى واحد ما عارف السبب. وبالنسبه للاخبار على المنتخب السنغالي، خرجوا بزاف ديال الاخبار كتقول حتى هما فقط افتراضات من طرف الناس، ما كانت حتى شي حاجه رسميه. كاين اللي قال بلي انه يقدروا يسحبوا كاس افريقيا من المنتخب السنغالي ويقرروا بلي انه حتى شي فائز في هذه النسخه ديال كاس افريقيا. وكاين اخبار اخرى بلي انهم غادي يمنعوهم باش يشاركوا في كاس العالم. وكاين حتى خبر واحد اخر بلي غادي يمنعوهم من المشاركه حتى 2032 في كاس افريقيا. الصراحه هذاك تصرف غير مقبول، والمغاربه كيطالبوا باقصى العقوبات بالنسبه للمنتخب. وكاين اللي ما عجبوش الحال حتى على الحكم التصرف ديالهم بعد ما انسحبوا المنتخب السنغالي، وكان عليه الصفر بين انهاء المباراه والفوز للمغرب. وبالنسبه لي انا هذاك الحكم ديال البارح خصو يتحاكم. اللي وقع مورا فاش انسحبوا الاخرين، انسحبوا رجعوا وقعت شي حاجه السحر، واش وقعت شي مصيبه الله اعلم. كما وقع في سنه 2004 المنتخب السنغالي مع منتخب تونس، بعد ما قرروا السنغال ينسحبوا من المباراة، وتما قرر الحكم باش يصفر بإنهاء المباراة، وكان الفوز لصالح المنتخب التونسي. واش ديما المنتخب السنغالي كيدير هاد الخدمه؟ وهذا الشيء كيعتبر في كرة القدم ماشي روح رياضيه. كان هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كانت معكم سايكا ستوري. تهلاو.